السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهارده بنتفرج على ماتش برشلونة ونابولي. انا مش فاهم اللي انا طلعت بتعادل ليه؟ تقول لي انت هتستعبط، يعني انت احمد ربنا يا عم، والفريق بايظ وبتاع. بايظ ايه يا عم؟ بايظ ايه؟ بايظ ايه اللي حصل ده النهارده ده؟ انا مش فاهم. انت الجول مستفز فشخ، مباراة حمضانة. انا الاقي اوسيمين قاعد ما بيعملش اي حاجه وفرصه تجيله. يا جدعان احنا مضيعين كتير قوي في الشوط الاول، ولما يجيبها ليفاندوفسكي يجيبها جون، فاهمني؟ تمام، بس يعني معلش انا دخلت عليك الدخله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ نتكلم النهارده في ماتش برشلونه ونابولي، ونتكلم على نظام تشافي اللي هو عمله، ومعرفش نظام تشافي ده عامل ازاي. ونتكلم برضو في نقطة حوار الاهلي وحوار الحادثة اللي حصلت في الطيارة وبتاع. اللعيبة كويسة وما فيهاش اي حاجة، عشان الناس قعدت تقول لعيبة اتصابت ولعيبة مش عارف ايه وبتاع والحاجات الحمضانة دي. لا، مفيش الكلام ده الى حد ما اللي انا شايفه من الاخبار. الحمد لله، الف سلامة على الطيار، اللعيبة بكل تمام. ارواح مقدسة يا معلم. يلا نخش بس في الموضوع، ونتكلم بقى على برشلونة وصارت دوري الابطال اللي هي انا ما اعرفش هو في ايه يا جدعان. وانتوا يا جدعان لعبتوا حلو، بس انتوا هتفضلوا كل مره تعيد نفس الموال. الشغل بتاع فيلم اولاد رزق، يقول لك انت كل مره تورطنا. يعني انت بتلعب حلو، بعد الدقيقه 60 بتقدم بالبي ده يا جدع. فعلا ليفاندوفسكي لحق قبل، يعني على الدقيقه 60 بالظبط جاب الجول. بعد كده بقى مفيش اي حاجه. طب انت عايز ايه؟ انت كنت بتلعب كويس يا معلم، في ايه انت؟ ما عدا بدري انا مش عارف المركز ده هو اللي ظالمه ولا هو ايه الدنيا جايه معاه بايه؟ ايه القرف اللي هو بيقدمه ده النهارده؟ من اوحش الناس النهارده هو بدري، ومن احسن الناس اللي لعبت النهارده لا مؤاخذه يعني جاندوجان. لامين يامال شويه بس، فاهم؟ البدني واقع، وكمان انت ما تديش حمل قوي على لاعب عنده 16 سنه فانت تعذره. ومفيش لاعب عنده 16 سنه يقدم لك الاداء ده في الفتره الحاليه اللي في برشلونه فيها. انت فاهم النقطه؟ وحوار بقى اللي عايز اسال سؤال. انت دلوقتي عندك جواو فيليكس، تمام يا عم؟ لعبه يا عم، ما فيهاش اي حاجه. ما بلاش بقى الحنكشه بتاعت كريستنسن. اللعيبه كنت بتلعب كريستنسن يا جدع، هو مش عارف يستلم كوره اصلا. اكتر الكور اللي بتتقطع منه هو. يعني انت بتمسك كوره كويس، بتتقطع منك الكوره من عند كريستنسن. كوندي لعب اداء كويس النهارده. الدفاع انا مش عارف فيه ايه. ومارتينيز انت علق ولا زقك ولا فيها زفت، بتقع ليه اصلا؟ ما تلعب يا عم زي الناس كده، زي الناس البني ادمين. الكرة حتى لو هي فاول انا مش شايفها زاوية اصلا. واحد بيحلق على الكورة بتقع انت، وانت الكرة ما التحمتش فيها ولا تدخلت فيها عشان يقول لك فاول؟ ده انت دماغك تعبانة، ده هطل ده. وتشوف انت الناحية التانية الفرقة سايبه لك الدنيا، خط النص سداح مداح والدنيا بايظة، وانت فاهم ولا هنا بتجري وبتعمل، بس في الاخر انت ايه الفينش؟ ايه الدنيا؟ لامين يامال ضيع كورتين، وليفاندوفسكي ضيع كورتين، وبدري ابتدى يشوط. اللهم صل على النبي. ايه ده بدري؟ انت بقيت بتشوط يا اسطى من بره؟ انا كنت فاقد الامل في حوار اللي انت بتشوط من بره ده. وحوار نقطه نأنن شويه يا جدعان، في سن تنانية في خط النص، مش كل حاجه تباص للهجوم. وعايز اسال سؤال، ايه القرف اللي حصل بقى؟ ايه رافينيا ده يا جدعان؟ ايه رافينيا ده؟ ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ده انت بيقول لك من انجبه رونالدينو ونيمار، انت وسخت بطنهم انت. ايه يا اسطى القرف ده اللي انت مقدمه النهارده ده؟ رافينيا مش قادر يستلم كوره يا جدعان. طب نزل ليه؟ مش فاهم. وحوار يا جدعان، انا عايز افهم سؤال. نسبة الحوار اللي انت تلعب 3 ورا دي حمضان، ما بقاش يجيب ولا يودي.
يا ريت نثبت على ميتين ام تشكيله تكون عدله 4-3-3 زي البني ادمين. حنكشه اللي هو اضافه مش عارف الجناح العبوا يا جدعان زي البني ادمين. ابوس ايدك يا تشافي ما تتحنكش، فزلوك ابن فزليك. انت ليه بتعمل كده يا اسطى؟ والله العظيم ما انت مش جوارديولا. هو انت يعني عشان اول مره نزلت في الفريق الاول لما كنت شاب بتدي تعليمات لجوارديولا وكان بيسمعك هتعيش الدور؟ واللعيبه يا جدعان نابولي ما تستحقش ليه تطلع كسبان متعادله اصلا، وكانت هتجيب في الجون تاني. والكور الاخيره اللي انت بتضيعها دي، ما دي جندوجان يعني احنا كنا بنقول بنأنن في الكور اللي ما فيهاش تأنين، اللي انت ممكن تجرب تشوط وبتاع بتجربها وشويه فيليكس جنبيك فاضي. انتوا يا جدعان في ايه؟ طالع بليفاندوفسكي بايجابيه اللي هو يعني الراجل من ساعه ما تشافي عرف اللي هو ايه، هو ما خلاص تشافي قال لك ايه انا همشي اخر الموسم. ليفاندوفسكي طاير جامد، بيلعب جامد النهارده من الماتشات اللي فاتت. طب الدنيا دي هتمشي ازاي؟ انا مش فاهم. هو انت ده باداك ده تلعب كده بعد ما تعدي دور 16؟ يا معلم انا ما قلتش اللي انت وحش، بس الفينش زي الزفت. وفي كام عنصر من اللعيبه هي بتأثر، اصل هي مش ناقصه، الدنيا بايظه. ده واحد بيقول لك اللي اسمه ايه محمود لابورتا بالله عليك هات لنا كيليان امبابي. الراجل كان خلاص هيموت ويضحك. ما فيش حاجه للاسف. انت معتمد على الفرقه دي. حوار فرانك ديونج انا ما اعرفش تلعب كوره كتير ليه، وحوار اللي انت لما دخل فيك الجون انت عايز تطلع بتعادل ليه برغم اللي انت بايديك تجيب الجون تاني. ايه ده قرف، ده حاجات حمضانه ما ياكلش عيش الهري ده. ايه ده يا جدعان ده؟ اتمنى الاداء يتعدل عشان هي مش ناقصه يا جماعه وتمشي يعني. وبالرغم ان الارسنال خسر لحد ما انا كنت شايف اللي هو دخل في جون غريب وما اعرفش الواد عنده ريحه الدم اللي هو ايه. انت ايه يا عم اعصابك ده في الدقيقه مش عارف حاجه و90 وجاي بتشوط كوره من بره ال 18 وتيجي جون؟ يلا على الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه عشان احنا خلاص قربنا على رمضان. ويلا ابتدي بقى كده طوبه يا جدعان، واللي بيلعب مصارعه رومانيه يخف شويه. يلا سلام.